السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي البنات؟ لاباس عليكم بخير؟ اليوم غادي نشارك معاكم بصالونه ديال هاد السمك هذا. ما عرفتش البنات شنو يقولوا ليه في المغربيه، ولكن هنا كيقولوا ليه كنعاد. المهم نديرو بطريقه صالونه، يعني بطريقه ديال كتجي بحال مريقه ناشفه فوق الرز بيض. المهم غادي نحتاجو في هذا الاثناء بصله ومطيشه وثومه محكوكه، قزبر معدنوس، بهارات مشكله، تقدروا ديروا بهارات عاديه، ملحه، تحميره والبزار. هنايا البنات القزبر والمعدنوس والثومه زدت عليهم البهارات والملحه وزيت ديال السمسم. تقدروا ديروا هنايا بزيت السمسم ولا بزيت الزيتون ولا بالزيت العاديه اللي متوفر عندكم عادي. القزبر والمعدنوس والبهارات مشكله والثومه محكوكه، هادو كاملين غتخلطوهم بحال هكا وغادي تشرملوا بهم الحوته ديالكم. صافي. تقدروا ديروا هاد الحوته، تقدروا ديروا نوع اخر. انا البنات اللي كتعرف سميتو عفوا اللي كتعرف سميه ديالو بالمغربيه شنو كيقولوا ليه تكتبها ليا في التعاليق، حيت انا صراحه ما عرفت شنو كيقولوا ليه، شنو هو هذا النوع ديال الحوت شنو سميتو بالمغربيه. ايوا صافي. غادي نشرملو هكا ابو الشباب، وغادي نخليه هكا على جنب حيت غادي نقليه، وعاد غادي ندوزو باش نوجدو هذه المرقه اللي غادي ترافق اللي غترافقو. صافي البنات، ها نتوما كما كتشوفوا تكملوا بوحده بوحده حتى تكملوا الكميه كامله، وعاد غادي ندوزو باش نقليوه. ايوا البنات، انا فقت اصلا كنت باغا نديرو طاجين بالخضره وصافي وكنت خاصني حتى العجينه نعجنها، وفقت عاكزه باش نعجن. المهم صافي وقلبتها هاد الاكله هذه. المهم حتى هي جات لذيذه، راه غير جربوها، راه ساهله ودغيا كتوجد. صافي هنا غادي نقلي الحوت ديالي كامل، وعاد غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه اللي غادي ترافق السمك. بنات، بالنسبه للقلي هاد السمك هاد النوعيه هذه راه دغيا كتوجد، ردوا معاه البال لانه دغيا ما شاء الله كيطيب معاكم. غير بحال هكا قلبوه لما تحمر بحال هكا، عاودوا ردوا الجهه الاخرى يتحمر. صافي ودوزو نشفوه شويه من الزيت، وعاد غادي ناخذ البنات من نفس الزيت اللي قليت فيه الحوت، غادي نطيب فيه الحشوه ديالي، حيت فيه الزيت فيه طعم، فيه ديك البهارات وداك الشيء. صافي منه غادي ناخذ ومنه غادي نطيب. صافي بحال هكا كتاخذوا القياس اللي غادي تشحروا فيه البصله وصافي، يعني ما تكثروش بزاف ديال الزيت باش ما تجيكمش مدسمه، غير القياس فين طيب لكم البصله ولا ومطيشه. صافي هنايا شفتوا القياس اللي خديت، حيت انا دايره غير نص بصله هي اللي درت. صافي غادي نحرك هاد البهارات مزيان حتى تدخل في تتشحر ليا فيها البصله، ومنين تبدا البصله تنزل البنات عاد ديروا مطيشه، ما ديروش كلشي دقه واحده، حتى تبدا البصله تنزل عاد ديروا مطيشه. صافي هنا نخليها تشحر شويه، بين ما دبلت ليا عاد نزيد عليها مطيشه. ايوا صافي البنات، هنا راه كما كتشوفوا البصله ديالي راه بدات كتنزل. صافي هنا غادي ندير المطيشه وغادي نحركوها مزيان حتى غادي تدبل المطيشه. البنات منين ديروا المطيشه زيدوا عليها الملحه، باش الملحه كتساعد المطيشه باش تدبل. صافي مطيشه الحك تقريبا 2 ديال المعالق ما عابرينش. صافي. وعاد ما تنساوش الملحه البنات، انا ما عرفتش واش صورناها ولا لا. المهم ضروري الملحه مع المطيشه باش تنزل ديك المطيشه. صافي هنا راه كما كتشوفوا الحوت ديالي راه طاب. صافي غادي نحيدو دابا من المقله ونحطو هكا غير يشرب واحد شويه الزيت هذاك النشاف. صافي وعاد نبدا نستفو هكا فوق هذيك الحشوه. صافي البنات، منين غادي نستفوه فوق الحشوه غنقصوا عليه ونخليه شويه فين يبخر شويه
فيها ونطفيو عليها حيت دابا راه ديجا طايب وحتى الحشوه راه طايبه، يعني ما غاديش نحتاجو هذا نخليوه مده طويله في فوق العافيه. صافي هنا كما كتشوفوا هي راه بدات كطيب، غندير ليها شويه د الماء باش ما تنشفش ليا. صافي ماشي بزاف كما كتشوفوا، شفتوا هذا هو قياس الماء اللي غادي نحتاجو ليه بركه. ودابا غادي نحركو، غادي نستف فيه، نخليه واحد شويه يتشحر ونحط فوق منه السمك كامل. حنا راه باقيلا نسينا الملحه درناها حتى الاخر، ولكن راه خاصكم ديروها غير ان فوا تحطوا المطيشه ديروا الملحه. ايوا صافي هنايا نخليه واحد شويه بين ما شويه عقاد ليا ونستف عليه الحوت. البنات ماشي ضروري هاد الاكله ديروا معاها الروز بيض، حيت انا ديجا راني غسلت الروز ودرتو يفزق وسلقته هكا سلقه كامله. ماشي ضروري ديروا الروز بيض، يعني تقدروا ديروها الحوت بحال هكا وتاكلوه بخبيز عادي عادي جدا بلا روز، يعني ديروه تاكلوه بالخبز. انا راني درتو مع الروز، ولكن تقدروا عادي تستغنوا على الروز، ماشي ضروري الروز في هاد الاكله. راح كتجي مريقه مشحره مدغمره بحال لاصوص، تقدروا يعني تاكلوها مع الخبز عادي. ايوا صافي هنا البنات راكم كتشوفوا غادي نزيدو عليه هكا واحد الرشه ديال القزبر والمعدنوس من الفوق، وليمون اللي كيعجبو الليمون بحال هكا دير ليمونه صغيره، اللي ما كيعجبوش يقدر يستغنى على الليمون. ايوا صافي ونسدو عليه ونخليه حتى واحد هكا 5 دقائق حسبوا ليه. صافي وطفيو عليه. خاص المهم البنات قاطعني ولي بالهضره. المهم صافي هنايا راه كما كتشوفوا غطينا عليه ونخليوه حتى يتشحر واحد شويه 5 دقائق هكاك بركه عليه، راه كيكون واجد. صافي اللي كيزيد الفلفله حاره يزيدها، ليمون والحامض عفوا، وصافي وكتخليوه يطيب شويه. قلنا 5 دقائق راح كيكون واجد. صافي هنايا راه الغدا ديالنا وجد. صافي دابا ندوزو نحطوه. انا البنات ما كانتش الاضاءه طفات ليا فحطيت بدون اضاءه. صافي البنات ايوا هنايا صافي غادي ندوزو باش نحطو الغدا ديالنا. صافي نحطو الروز، وقلت لكم البنات تقدروا تستغناو على الروز، تقدروا تحطوها عادي مريقه كتجي مشحره مدغمره ولذيذه، ترفقوها هكا بشلاضه ديال الروز ولا بطاطا مقليه يعني ولا حوت نوعيه تانية مقلي وهي تجي بحال الصوص. وصافي البنات هذا هو الغدا ديالنا. كنتمنى تجربوه، وإلا جربتوه تكتبوا لي في التعاليق كيفاش جاكم، وكيف قلت لكم اذا محتاجين شي اكله خارجيه بغيتو تجربوها وما عارفينش الطريقه كيفاش، شاركوني في التعاليق وانا غادي نقرا التعاليق ديالكم ونشارك معكم ان شاء الله باذن الله. ومرحبا بكم، مرحبا بالقدام كيف ما قلت، ومرحبا بالجداد اللي غادي ينوروني. وما تنساوش البنات اذا وصلتوا حتى لهنايا تشاركوني تعاونوني بلايك بكومونتير وابوني اللي ما دايرش ابوني يديرها ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل فيديو جديد كنحط في القناه. ايوا صافي البنات هانتوما كما كتشوفوا راه واجده جاهزه، كتسقيوها بحال هكا بالصوص اللي قلت لكم، تقدروا ترفقوها بالخبز وكتقدموها بالصحه والراحه.